اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اكلات نرمين. وحشتوني قوي. النهارده هعمل معاكم شوربه العدس. كلنا بنحبها بلا استثناء، وانا بحبها جدا، بس انا بعملها بشكل مختلف وبحط لها خضار كتير علشان تبقى القيمه الغذائيه عاليه، لان ولادي بيحبوا العدس جدا، فبحب ازود لهم القيمه الغذائيه بتاعتها. فقبل ما نبدا ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتضغطي على زر الجرس وتشيري الفيديو لاصحابك، ويلا نبدا مع بعض. اول حاجه معانا هنجيب حله ونحط فيها ربع كيلو عدس. العدس ده انا غسلته وصفيته كويس، هنحطه في الحله. وبعد كده هنجيب جزرتين مقطعين مكعبات، وبطاطسايه مقطعه مكعبات، وهنجيب حوالي كوستين، وبصله مقطعه مكعبات، وهنجيب طماطمايه بس انا شايله الجلد بتاعها ومقطعاها مكعبات صغيره، ومعلقه صغيره توم مفروم. وبعد كده هنجيب ميه سخنه ونحاول نزود الميه السخنه لغايه لما تعلى عن العدس بحوالي حبه حلوين كده. هنحط له ملح وكمون، ونسيبها على النار تغلي لغايه لما تستوي حوالي ربع ساعه. العدس ما بياخدش وقت خالص في السوا. وده شكل العدس بتاعنا بعد ما استوى هو والخضار. هنجيب هاند بلندر او ممكن تعمليه في الخلاط، مفيش اي مشكله، ونفضل نضرب فيه لغايه لما يبقى ناعم خالص. بس انا بحب اسيب فيه تكه كده، تبقى فيه حته مخرفشه شويه، ما بحبهاش ناعمه قوي، بس انتي تقدري تعمليها بالشكل اللي يعجبك. وبعد ما ضربناه هندوق ونشوف اذا كان محتاج ملح ولا لا. هو محتاج ملح وكمون. انا بحبش احط توابل كتير، هو الملح والكمون بالنسبه لي بيبقى كفايه قوي. وبكده تكون شوربه العدس بتاعتنا جاهزه للتقديم، وهنقدمها بقى مع العيش المحمص اللي احنا حمصناه قبل كده بشكل صحي، وهتلاقوا لينك الفيديو موجود فوق. بجد طعمه تحفه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم اشتركوا معايا في القناه واضغطوا على زر الجرس وشيروا الفيديو لاصحابكم. كان معاكم نرمين صبري، اشوفكم في حلقه جايه. باي باي.